النهارده بنقرا فيها او بنتكلم او بنصور او حدوته مصريه بتحكي حكايه كل يوم كل لحظه اصبحت دايره مستمره اللي هي كاننا بكره الشريط السينما اللي عملته فيها الاستاذه الفنانه جهاد ربيع. عملت حاجه جميله جدا. جهاد ربيع خلت لي كل لوحه عباره عن كوكب بيلف حوالين الكره الارضيه او القاعه المستديره عشان نقول حدوته مصريه. نبتدي بالخباز. الخباز النهارده طبعا دي حاجه مهمه جدا، وده زي ما بيقولوا العلاقه بتاعت النهارده الاب تو ديت. شغل النهارده محتاجين القمح بلوحه القمح والفلاحه اللي اتعمل فيها نظريه فنيه جميله جدا المثلثات. النهارده الفلاحه اللي شايله هي اترسمت تكوين مثلث الفلاحه وبعدين اتعمل القش بتاعها حلو جدا. عندي النهارده حاجه ثانيه، الخباز والعيش وبصته ونظرته وطريقته في التكوين. اتكلم على الكتله، بتكلم على الفراغ، بتكلم على فن المنمنمات، بتكلم على المنظور الضوئي، بتكلم على المنظور اللوني، بتكلم على التكوين اللوني، بتكلم على البعيد والقريب، بتكلم على البارد والسخن. رغم ان هي عندها في حاجات لوحات ما فيهاش شخوص لكن تلاقي فيها شخوصها. عندي النهارده لو احنا اتكلمنا ورجعنا على حدوته مصريه في الزمن الجميل هنلاقي بورتريه للسيده ام كلثوم، هنلاقي بورتريه لعبد الحليم حافظ، هنلاقي بورتريه للفلاحه، هنلاقي بورتريه للراجل والفلاح والفلاحه اللي هم قاعدين في لحظه الانسجام. عندي كمان الراجل القهوجي الجرار. الجرار ده مهم قوي اللي هو بياخد الصينيه وبياخد وبيقلب. عندي انا اللوحه بتتكون من الوان جميله جدا، الوان زجاجيه ادتني حسستني بزجاج، حسستني بحركه المعلقه اللي موجوده في الكوبايه، حسستني بالضوء والظل، ادتني ازاي بصت الراجل ونظرته خرجته بره الشغل. الشغل طبعا رائع جدا جدا.